السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الكحك الدايب بالسمن الساخن على طريقة اهالينا زمان. وعايزة نقول لكم ان انا مهما عدى عليا سنين السنين استحالة اغير طريقة الكحك بتاعي. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. اول حاجه هنبتدي بيها تجهيز البوله، ونزلت فيها ب3 كيلو من الدقيق انا نخلاه كويس جدا. هننزل عليهم بمعلقه صغيره من ريحه الكحك، طبعا بنجيبها من عند العطار. وهننزل برشه من الملح، وهننزل بحوالي 6 معالق كبار من السمسم. طبعا السمسم انت على حسب رغبتك، عايزه تقلليه عايزه تزوديه، مفيش اي مشكله. هجيب المعلقة وابدأ كده اقلب المواد الجافة مع بعض كويس جدا جدا. انا ما حطيتش بودر ولا اي حاجة، انا نفس الطريقة اللي انا عملتها هي اللي بقولك عليها. عملت كده فحرة بقى كده في النص. وطبعا دي السمنة أنا عاملة على 3 كيلو الدقيق، كيلو ونص و150 جرام من السمنة. يعني كيلو الدقيق بياخد 550 جرام من السمنة. لو انت حباه يكون ناعم شوية هتحطي 600 جرام من السمنة على الكيلو الدقيق. لكن أنا عملت كيلو الدقيق عليه 550 جرام من السمنة، وطلع معايا مظبوط جدا جدا. نزلت طبعا بالسمنه سخنه، طبعا ما تحطوش الدقيق بتاعكم في حاجه بلاستيك علشان السمنه بتكون سخنه، فما يعني ما تبوظش معاكم العجينه. حطيت كده الدقيق بتاعي في حاجه استانلس، ونزلت بالسمنه. عايزه اقولك هي سخنه جدا جدا، فانا هسيبها كده ايه لحد ما تبرد شويه. بس هبدا كده اقلب بالمعلقه وهسيبها تبرد تماما. بعد ما بردت معايا العجينة جبت بقى كده بولة، وبدأت كده أنزل بالعجينة بتاعتي علشان أعرف أبس الكحك بتاعي كويس جدا. وعايزة نقولك إن مرحلة البس دي أهم من المقادير نفسها، يعني هي دي اللي بتطلع معاكي الكحكاية ناعمة جدا جدا. طبعا كده العجينة بردت معايا، فبالنسبة لي البس بتاع الدقيق سهل جدا. يعني إيه أبس الدقيق؟ يعني باخد كده العجين كده، وما بين كده قبضة إيديا الاتنين ببدأ كده أفرك العجين كويس جدا لحد ما ألاقي يعني العجينة ما بقتش كده عاملة زي الدقيق، يعني كأنكم كده ماسكين عجينة ناعمة. يعني المرحلة دي أهم مرحلة يا جماعة في الكحك بتاعنا. بسوا كويس جدا حوالي 10 دقايق 12 دقيقة لحد ما تلاقوا اتكونت معاكم يعني عجينة بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. أنا لسه أهو يعني بحاول كده أجمعها في إيديا، هي لسه طرية، وتحسوا كده إن هي لسه مفرولة، فعايزة تتبس شوية كمان. ده كده بقى شكل الدقيق بتاعي لما اتحط عليه السمنة. بصوا يعني خلاص، انتوا لو تلاحظوا ان في الاول تلاقوا كده كان الدقيق بتاعي مخرز، دلوقتي كده تلاقوه بقى عامل زي العجينة بالظبط. كده تقريبا انا خلصت البس بتاع الكحك بتاعي، وخد معايا حوالي 12 او 13 دقيقة. بس عايزة نقول لكم يعني حاولوا كده ما تتعبوش، يعني ريحوا شوية وبسوا شوية لحد ما توصلوا للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. هاجيب بقى كده زي ما انتم شايفين كده الدورق، وهنزل عليه ب3 كوبايات من المية الدافية. هنزل عليهم بحوالي 3 معالق كبار من السكر، او زودوا معلقة كمان مفيش اي مشكلة. 3 كيلو دقيق هياخدوا معايا باكو من الخميرة ونص. يعني كيلو الدقيق بياخد معايا معلقة صغيرة من الخميرة، فأنا ال3 كيلو أخدوا معايا كيس خميرة فورية وكمان معلقة صغيرة. هبدأ كده أقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. لو انت عارفة ان الخميرة بتاعتك يعني مقلقة منها شوية، سيبيها كده لحد ما تشوفيها هتتفاعل ولا لا. لكن انا الخميرة بتاعتي انا متأكدة ان هي كويسة، علشان كده انا حطيتها على العجينة بالظبط. 3 كيلو الدقيق اخدوا معايا 3 كوبايات الميه بالظبط، يعني لا زودت ولا قللت. طبعا بيختلف من نوع دقيق للتاني، ممكن الدقيق بتاعك ياخد سوائل اقل، وممكن كمان ياخد سوائل ازيد. علشان كده انا بقولك انت بتحطي ال3 كوبايات من الميه، وبتنزلي كده على العجينه بتاعتك بالميه بالتدريج لحد ما تلاقي العجينه اتلمت معاكي. وخلي بالك ان كتر السوائل يا جماعه بتنشف العجينه، فخلوا بالكم من الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. هبدأ بقى كده انزل اهو. بصوا زي ما انتم شايفين العجينة لحد دلوقتي لسه بتتلم معايا، لسه ما تكونتش عجينة. انا بنزل لسه بالمية بالتدريج. انا ال3 كيلو دقيق اخدوا معايا 3 كوبايات المية بالظبط، لا زودت ولا قللت.
هبدأ بقى كده ألم العجينة كويس جدا جدا. عايزة نقول لكم الريحة بتاعتها في منتهى الجمال، خاصة كمان إن أنا عاملة الكحك بتاعي بسمنة بلدي. لو أنت برضو عايزة تعملي بسمنة عادية مفيش أي مشكلة، كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب إمكانياته، والنتيجة والله يا جماعة بتكون واحدة. يعني هو يعني فرق كده السمنة هي بتبان في الطعم شوية، لكن لو أنت عملتيها بسمنة عادية هيطلع معاكي برضو كويس وزي الفل. زي ما انتم شايفين كده خلاص العجينة كده بدأت تتلم معايا. وطبعا انت بإحساسك، يعني انت لو بتشوفيها لو عايزة سوائل يعني تحطي كده على قبضة ايدك شوية بشوية، ما تدردبيش مية علشان ما تنشفش معاكي العجينة. انا حاسة كده ان انا ملمس العجينة بتاعي كويس. وطبعا في حاجات تانية هتعرفك ان العجينة كويسة لما بتلاقي العجينة معاكي طرية وما بيحصلش فيها اي تشققات. طبعا انا في المرحلة دي بستعين بماما ربنا يديها الصحة يا رب، وكده بتشوف معايا العجينة وبتقولي العجينة حلوة قوي ما هيش محتاجة أي سوائل. دي كده بقى العجينة بتاعة الكحك بتاعي. عايزة نقولك أنا استحالة أغير الطريقة بتاعتي دي. وكمان في ناس بتقولك إحنا بنعمل الكحك بتاعنا على البارد مفيش أي مشكلة، هو بيدي نفس النتيجة، لكن إحنا بنعمله بالسمن الساخن لأن أنت بتبقي ساعات بتبقي عاملة كمية، فلما بتعمليها بسمنة مقدوحة فالكحك بيعيش معاكي أكتر. بصوا شايفين أدي العجينة ما فيهاش أي تشققات ولا أي حاجة، فكده العجينة بتاعتي مظبوطة وزي الفل. يلا بينا بقى كده نركن العجينة بتاعتنا وندخل على الملبن. الملبن طبعا انا كورته بالشكل ده، وكان عندي ازازة موز انا حطيتها عليه وكورت الملبن علشان ما ياخدش معايا وقت اثناء التشكيل. باخد كده بكور العجينة وبحط في قلبها كده الملبنايه. ممكن بقى تعمليه بملبن، ممكن تعمليه بعين جمل، بندق، مكسرات، اي حاجه انت حباها. العجينه سهله معايا وزي الفل. لكن انا يعني احنا مش بنحب بصراحه الكحك بالمكسرات، احنا بنحبه بالملبن، وفي كمان جزء عندي بيحبه ساده، فانا بعمل الاتنين. ببدأ كده أكور الكمية كلها بتاعة العجينة، وبعمل كده نقرة كده أو حفرة كده صغيرة في النص، وبحط الملبناية وببدأ كده أقفل عليها. وبجيب بقى كده المنقاش بتاعي. بصوا شايفين الرسمة زي الفل، وكمان بعد التسوية الرسمة فضلت زي ما هي ما اتغيرتش ولا أي حاجة. امشي على الخطوات اللي أنا قلتلك عليها، وأنا يعني واثقة ومتأكدة إن أنت هتكوني كده زي حالاتي، استحالة هتغيري الطريقة دي. لكن ممكن بدل ما تعملي اللي هي السمنة المقدوحة ممكن تعمليه بسمنة باردة وهيدي معاكي برضو نفس النتيجة. ابدأوا كده كوروا زي ما انتوا شايفين. انا يعني عملت كده شوية بالملبن وده كده الشوية السادة. اعملوا بقى كده الرسمة اللي انتوا عايزينها، عايزين تعملوا بالبصمة مفيش اي مشكلة، هيديكوا برضو نتيجة مرضية وفي منتهى الجمال. بدأت كده بقى أجيب الصواني بتاعتي. طبعا الصواني أنا ما دهنتهاش أي مواد دهنية تانية، هو يعني السجان بتاعت الكحك يعني بيتحط زي ما هو، ما بتحطيش أي مواد دهنية تانية. يعني إحنا بنحط المعايير بتاعتنا المظبوطة، فالسجان مش بتندهن ولا أي حاجة. دي كده أول صينية أنا بدأت كده أرص فيها الكمية بتاعة الكحك كلها. يعني أنا كده عملت كام واحدة كده معاكم، وهبدأ كده أشكل باقي الكمية. طبعا أنا مش عايزة الفيديو يطول معاكم وياخد وقت، فأنا يعني هكمل باقي الكمية وهرجع أوريكم الكحك اللي أنا عملته هيكون شكله إيه. بالنسبة للتسوية بيدخل على فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 رف أوسط، يعني بياخد كده لون من تحت، وبتشغلي عليه الشواية من فوق حوالي يعني دقيقتين، وبتكوني متابعاه يعني ما تسيبيش الفرن ولا تقومي من قدامه خالص. ده كده بالنسبة للتسوية في فرن البوتاجاز. ده كده شكل الكحك بتاعي. يلا بينا بقى كده ايه يعني نجهز باقي الكمية كلها وارجع اوريكم الكحك هيكون شكله عامل ازاي، وهوريكم كمان بعد التسوية هيكون عامل ازاي. انا كده كلمتكم عن التسوية وكلمتكم عن كل حاجة في قلب الفيديو. ده كده الكحك بتاعي. يمكن انا صغرت شوية لان ماما قالت لي صغري الحجم بتاع الكحكاية شوية. هو ما شاء الله اللهم بارك ما فرش معايا كتير ولا اي حاجة. ده كده بقى شكل الكحك. بصوا شايفين الجمال، يعني الكحكاية طالعة في منتهى الجمال والتسوية طالعة في منتهى الروعة. خدت اللون الذهبي من تحت وشغلت عليها الشواية وانا قاعدة قدام الفرن ما اتحركتش. تعالوا كمان اوريكم قلب الكحكاية من جوه. بصوا شايفين القلب مفرغ ازاي والملبناية باينة من جوه، وكمان دايب دوب وطعمه في منتهى الجمال. ان شاء الله حبايب قلبي تعتمدوا الطريقة بتاعتي في عمايل الكحك. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وما تنسونيش كمان في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.